بيبدأ الفيلم وبنعرف إن تم اكتشاف طفرة جينية في العالم بتوقف الأشخاص كلها عند سن 25 سنة. بعدها بيكون قدامهم سنة واحدة ويموتوا، أو إنهم يشتغلوا مقابل وقت أو يشتروا وقت إضافي. باختصار العملة اللي بيتعاملوا بيها في كل حاجة في الحياة هي الوقت. يعني الأغنياء يقدروا يعيشوا إلى ما لا نهاية عند عمر 25 طالما معهم وقت، أما الفقير فمضطر إنه يشتغل ويجري عشان يلاقي وقت يقدر يعيش بيه. بنشوف ويل ومامته راشال وبنعرف إنهم عايشين في منطقة اسمها ديتون، والمنطقة دي كلها فقراء وبيجروا على الوقت. وبنعرف إن راشال بقالها 25 سنة بتشتري وقت، وإن عمرها الحقيقي هو 50 سنة. اليوم ده بيكون عيد ميلاد راشال، وبيكون بقالها أقل من 3 أيام والوقت بتاعها يخلص، ولازم تكسب وقت في أسرع وقت ممكن. وبتدي راشال لويل 30 دقيقة عشان يقدر يتغدى. ويل بيمشي عشان يروح شغله، وبيقابل بنت صغيرة اسمها مايا بتطلب منه دقيقة عشان عندها فاتورة ومحتاجة تدفعها ومش عارفة عشان معهاش وقت. وفعلا بيديها ويل 5 دقايق وبيجري عشان يلحق شغله. وبنشوف ان اي حد الوقت بتاعه بيخلص قبل ما يشتري وقت جديد حياته بتنتهي بشكل مفاجئ، واي حد بيدي لحد وقت بيمسك ايده في الوقت ده الوقت بيتنقل من شخص للتاني. لما بيروح ويل عشان يشتري قهوة بيلاقي ان سعرها اتضاعف عن اليوم اللي قبله، وكمان لما بيروح ياخد القبض الاسبوعي بتاعه بيلاقي ان عدد الدقايق اللي خدها اقل من اللي المفروض ياخده، وده معناه انه هيحتاج يشتغل اكتر لانه عايز وقت يقضي بيه مع مامته عيد ميلادها في مكان خاص بالاغنياء اسمه نيو جرينتش وهي نفسها تروحه. بعد كده بيروح ويل ياخد واحد صاحبه اسمه بوريل من البار، وبيقول له ان في واحد بيشتري مشروبات لكل اللي في البار لانه معاه وقت قرن من الزمن. ويل بيلاحظ ان في حركة غريبة في المكان وبيروح للشخص ده واللي بنعرف ان اسمه هنري. ويل بيحذر هنري ان في ناس عايزة تسرق الوقت بتاعه وكمان تقتله، لكن الشخص ده بيحس ان ويل مجنون ومش بيهتم قوي بكلامه. وفي نفس اللحظة في ناس بتقتحم البار، وبنعرف انهم عصابة اسمها مانت مان بقيادة واحد اسمه فورتس، وبيكونوا مسؤولين عن سرقة الوقت، وكل الناس بتخاف وبتخرج من المكان بسرعة، بس ويل بيفضل مراقب اللي بيحصل من بعيد. وفعلا العصابة بتكون قصد هنري. فورتس بيقول له انه هيدخل معاه في معركة على الوقت اللي معاه، وهنري بيبدأ يخاف وبيطلب انه يدخل الحمام. وفي نفس الوقت ويل بيتدخل وبيضرب الراجل اللي كان واقف حارس عليه، وبياخد هنري وبيهربوا. بس فورتس بينتبه لهم وهم بيهربوا، وبيطلب من رجالته يجروا يلحقوهم، لحد ما بيوصل ويل وهنري لمكان بيستخبوا فيه من العصابة، وبيدخلوا مبنى وبيطلعوا يستخبوا جواه. والعصابة بتفضل تدور عليهم ومش بتلاقيهم، لكن واحد منهم بيقول لفورتس انه عارف مين اللي هرب هنري، وبعدها بيمشوا. هنري وويل في الوقت ده بيقعدوا يتكلموا مع بعض، وهنري بيقول لويل ان عنده 105 سنة، وبيقول له ان في الاخر لازم نموت لان مش هينفع نفضل عايشين للابد، وان في ناس كتير بتموت عشان الباقيين يفضلوا عايشين، وده لان ما ينفعش الكل يفضل عايش والا مش هيكون في مكان يكفيهم. وعشان الناس تموت كل يوم الضرايب بتزيد واسعار كل حاجة بتزيد، وممكن كمان اكتر من مرة في اليوم، عشان طبعا الناس ما تقدرش تفضل تشتري الحاجات دي وبالتالي تموت، والا مش هيكون في مكان ولا وقت لكل الناس دي عشان تعيش. وموت الفقراء ده هو اللي الأغنياء عايشين عليه، لكن في الحقيقة في ملايين من الساعات لكل الناس، وكل واحد من حقه إنه يعيش حياته لحد ما يجي وقته، لكن للأسف في ناس بتاخد كل الوقت ده، وده سبب إن في ناس بتموت. ويل بيكون مستغرب من كل الكلام اللي عمال يسمعه ده، وفي نفس الوقت مش عارف يعمل إيه، خصوصا إن الوقت بتاعه هو كمان قرب يخلص. وهنري بيعرض عليه انه يديله وقت من الوقت بتاعه، لكن ويل بيرفض، وبيناموا لحد ما يشوفوا الصبح هنري هيقدر يهرب ازاي من العصابة. تاني يوم الصبح ويل بيكون نايم، وهنري بينقل كل الوقت بتاعه لويل، وبيسيب بس 5 دقايق لنفسه، وبيسيب رسالة لويل انه ما يضيعش الوقت في حاجة مش مفيدة. ويل لما بيقوم وبيشوف الرسالة وكل الوقت اللي بقى معاه ده، بيشوف من الشباك هنري قاعد على سور جسر، وبيجري عشان يلحقه لكن ما بيلحقش للأسف، وعلى ما بيوصل وقت هنري بيكون انتهى وبيموت، وبيكون في كاميرا مصورة كل اللي بيحصل ده. بعد كده بيروح ويل لبوريل صاحبه وبيحكي له اللي حصل، ومعنى كده ان حياة ويل هتكون في خطر لان محدش هيسيبه عايش بكل الوقت ده، وبيكون ويل لازم يختفي. وقبل ما يمشي ويل بيدي لبوريل 10 سنين من الوقت اللي معاه. وبالليل بنشوف راشال عايزة تركب الترام عشان توصل لويل لأن الأجرة بقت 2 بدل ساعة واحدة، وهي مش بيكون معاها غير 1.5 ساعة بس. في الوقت ده بتضطر إنها تجري عشان تلحق ويل ويديها وقت، وويل بيكون مستنيها ومعاه وردة عند محطة الترام عشان يوديها تحتفل بعيد ميلادها في نيو جرينتش زي ما طول عمرها نفسها. لكن لما الترام بيوصل ويل مش بيلاقي مامته في الترام، فبيطلع يجري بسرعة عشان يوصل لها، وبتوصل فعلا راشال لويل وبيفضلوا يجروا ناحية بعض بأقصى سرعة، بس للأسف قبل وصولهم لبعض بلحظة واحدة وقت راشال بيخلص وبتموت. وتاني يوم بنشوف فورتس لسه بيدور على هنري، وبيوصل له وبيلاقيه مات طبعا، وبيلاقي جثته، وطبعا الساعة بتاعته كمان صفرت. وفي الوقت ده بيعرف ان في حد اخد كل الوقت، ومش بيكون في اي شاهد على اللي حصل، وبالتالي مش قادر يعرف مين اللي عمل كده. وفورتس بيكون هيمشي بس بينتبه للكاميرا الموجودة في المكان، ولما بيشوف الكاميرا بيشوف ويل فعلا، بس مش بيعرف ازاي جثة هنري وصلت للمكان ده، وبيفكر ان ويل قتل هنري عشان ياخد الوقت بتاعه.
بعد كده بنشوف المقر اللي بيتتبعوا من خلاله التنقلات بتاعة الوقت، وبيعرفوا إن في وقت مسروق وخرج بره البلد. وفعلا ويل بيكون قرر إنه يروح المنطقة الزمنية في نيو جرينتش عشان ينتقم لموت مامته، وده المكان اللي قاله عليه هنري إن الناس فيه معاهم كل الوقت اللي الباقيين مش قادرين ياخدوه، وعشان يدخل للمكان ده بياخدوا منه سنة كاملة من الوقت، وكل ده طبعا عشان يقدر ينضم للمجتمع الغني ده. ولما بيوصل للمكان ده بيلاحظ إن الكل بيبص عليه باستغراب، وده لأنه طول الوقت بيجري ومحدش بيجري كده غير الفقراء اللي مش معاهم وقت، فبيكونوا حاسين إن ويل دخيل على عالم الأغنياء بتاعهم. بس ويل لما بيدخل الفندق بيحجز سويت غالي جدا لدرجة ان اللي شغالين في المكان بيكونوا مستغربين هو ازاي معاه كل الوقت ده، وبيكون في واحدة عينها ما نزلتش من على ويل من ساعة ما دخل الفندق. بنشوف في الوقت ده ريموند، وده الشرطي المسؤول عن تتبع الوقت، وقدر انه يحدد شخصية ويل اللي خد الوقت بتاع هنري، وقدر كمان انه يحدد مكانه، وبيكون مستغرب انه خد كل الوقت ده ومش معاه حارس. وبنعرف ان كل الاغنياء واللي معاهم وقت كبير لازم يكون معاهم حارس شخصي عشان يقدروا يحافظوا على وقتهم ومحدش يسرقه. بعد كده بنشوف ويل في الفندق بيدخل الكازينو عشان يلعب بوكر، وبيقابل هناك واحد اسمه فيليب اللي برضه بيستغرب انه مش معاه حارس للوقت، وبيبدأ يلعب ويل مع فيليب، وبيراهنوا فيليب على قرن من الوقت، وويل بيقبل الرهان اللي بيكون كل الوقت اللي هو بيملكه، وبيكون خلاص متبقي بس ثواني وويل وقته يخلص ويموت. لكن لما بيكشف الورق بيتضح ان هو اللي كسب الرهان. وفي الوقت ده بتيجي البنت اللي بتراقب ويل من اول ما وصل الفندق، وبنعرف ان اسمها سيلفيا وهي بنت فيليب، وبتعزم سيلفيا ويل على حفلة عندهم في البيت. بعد كده بيروح ويل عشان يشتري عربية عشان يقدر يروح بيها الحفلة، ولما بيوصل بيعرفوا فيليب على باقي عيلته، وبتطلب منه سيلفيا انه يرقص معاها. وهم بيرقصوا سيلفيا بتقول لويل انها مش مصدقة انه من عيلة غنية بالوقت، وده لانها شافته بيجري ومحدش بيجري غير الناس اللي في الجيتو، ودي المنطقة الزمنية الفقيرة، وطبعا دول الناس اللي مش معاهم وقت. وبتقول له ان الفقراء كل يوم بيموتوا والاغنياء كمان مش عايشين حياتهم، وده عشان ما يخسروش الوقت اللي معاهم، فلا الفقراء عايشين ولا الاغنياء عايشين. في الوقت ده بياخد ويل سيلفيا وبيخرج بيها بره البيت، وبيكون بيتهم بيطل على المحيط، وويل في الوقت ده بيقرر انه ينزل المحيط، وبيقول لها تنزل معاه، لكن هي بتكون متردده وخايفه وشكله انه مجنون عشان يعمل كده. بس بعدها بتقرر انها تنزل وراه، وبتقول له انها اول مره تعمل حاجه مجنونه كده، لانهم دايما خايفين على الوقت وخايفين على حياتهم. بعد كده فليب بيخرج يدور على سيلفيا، واول ما بتسمعه بيدور عليها بتطلع بسرعه وبترجع الحفله قبل ما ابوها يكتشف انها نزلت المحيط مع واحد غريب. في الوقت ده بيوصل ريموند وبيطلب يقعد مع ويل على انفراد، وبيشوف الوقت بتاعه وبيستجوبه، ومش بيكون مصدق ان واحد زي هنري يبقى عايز يموت ويدي الواحد ما يعرفوش كل الوقت ده. وبيقرر ريموند انه يحتجز ويل والوقت اللي معاه، لكن ويل بيتحداه وبيقول له انهم المفروض يقبضوا على كل الناس الموجودين في المكان ده لانهم حرامية وقت، بدل ما هم سايبين الفقراء اللي في الجيتو بيموتوا كل يوم. فبيقول له ريموند انه سمع الكلام ده من ابوه من 20 سنة، وبيسيبه ويمشي. ويل في الوقت ده بيقرر انه يهرب، وبيضرب الحراس اللي سابهم معاه ريموند، وبياخد منهم مسدس وبيهرب منهم. واول ما بيشوف سيلفيا بياخدها وبيهددهم ان لو حد قرب له هيقتلها، وبياخد عربيته ومعاه سيلفيا وبيمشي من المكان بسرعه. وريموند والقوه اللي معاه بيجروا وراه بسرعه وبيدخلوا في مطارده، وسيلفيا بتكون خايفه جدا وبتطلب منه ينزلها، لحد ما ريموند بيضربه بالعربيه من ورا، وبتكون العربيه هتتقلب لحد ما بيقدر انه يهرب منه، وفي شاحنه بتخبط عربيه ريموند، وبكده بيقدر يهرب ويل من ريموند. بعد كده بيطلب ويل من سيلفيا انها تديله وقت لان وقته قرب يخلص، لكن هي بتقول له انها عرفت انه من الجيتو ومش هتديله ولا ثانيه لانه قتل هنري عشان يسرق وقته. وتاني يوم ويل وهو ماشي بياخد باله من كاميرا في الطريق، وفي الوقت ده العربيه بتخبط في حاجه في الارض وبتتقلب، وهو وسيلفيا بيفقدوا الوعي، وبيتضح ان ده فخ عمله فورتس وقرر انه يسرق وقت سيلفيا، لكن بيسمع صوت الشرطه وبيهرب هو واللي معاه وبيسيب لها نص ساعه بس. ولما بيفوقوا بيعرفوا ان مفيش قدامهم وقت غير 30 دقيقه، بيطلعوا يجروا بسرعه عشان يلاقوا اي حل يجيبوا بيه وقت. واول واحد بيفكر فيه ويل هو صاحبه بوريل، ولما بيروح له مراته بتقول له انه لما اداله 10 سنين شرب كحول ب9 سنين ومات، وفي الوقت ده بيكون معاهم بس دقيقتين. ويل بياخد باله من الحلق بتاع سيلفيا وبيقول لها تيجي معاه بسرعه، وبيروحوا محل للرهن وبيكونوا هيقفلوا، لكن بترمي لهم سيلفيا الحلق من تحت الباب. وصاحب المحل لما بيعرف ان الحلق الماس بيديلهم مقابل الحلق ده يومين وقت، وبيستخبوا بسرعه من الشرطه وبيقسموا الوقت بينهم. بعد كده ويل بياخد باله ان اسم فيليب موجود على منشآت كتير لاقتراض الوقت، وبيقول لسيلفيا يا ترى ابوكي هيدفع فيكي وقت قد ايه، وبيروح لتليفون في الشارع وبيقول لها تكتب رقم ابوها، وبيتصل بيه، وبيكون ريموند قاعد مع فيليب في الوقت ده، وبيكلم ويل ريموند وبيقول له انه عايز 1000 سنه مقابل انه يرجع سيلفيا، لكن ريموند بيقول له انه بيتكلم زي ابوه وانه مش هيلحق يعيش زي ابوه عشان يصرفهم، فبيقول له خلاص يتبرع بيهم للجمعيات الخيريه.
وبيقول ويل إن أبوه مات في مصارعة بالأذرع مع واحد على الوقت، لكن المفاجأة إن ريموند بيقول له إن ما كانتش دي جريمة أبوه، وإنه كان بيعمل حاجة أخطر من كده بكتير، وبيقول له حاول ما تغلطش غلطته. ويل بيكون مصدوم ومش فاهم أي حاجة، لكن ريموند في الوقت ده ومن خلال المكالمة بيكون قدر إنه يحدد موقع ويل، وبيقول لفيليب يتبرع ب1000 ساعة للجمعيات الخيرية، لكنه بيتردد لدرجة إن مراته بتقول له إن 1000 سنة مش كتير على بنتهم، لكن برضه فيليب بيكون متردد. وويل بياخد سيلفيا لبيته لحد الصبح، وبتلبس هدوم من هدوم مامته، وبعدها بتسأله عن عيلته، فبيقول لها إن مامته وقتها خلص وماتت، وبابا مات في مصارعة بالأذرع، وبيوريها إزاي إنهم بيمسكوا إيد بعض، وعلى آخر ثواني بياخد الوقت بتاعه في الوقت اللي مش بيكون الطرف التاني منتبه للوقت بتاعه فيه، وإنه معتقد إن أبوه اتقتل، وده لأن الناس كانت بتحبه وكمان كان بيساعدهم. وبيبدأوا يقربوا من بعض شوية، وبيحكوا لبعض إزاي بدأت الساعة بتاعتهم تشتغل. ويل بيقول إنه كان في الشارع وكان هيقع، واضطر إنه يدفع كل الوقت اللي أخده عشان كان عندهم ديون، وبدأ يعيش بعدها يوم بيوم. لكن سيلفيا بيكون باباها اداها 10 سنين عشان تحتفل بيهم. وتاني يوم الصبح بيبدأ ويل يراقب الجمعية الخيرية ويشوف فيليب اتبرع بالوقت ولا لأ، لكن بيلاقي إنه ما بعتش أي وقت للجمعية. سيلفيا بتكون مصدومة من اللي أبوها عمله، لكن ويل بيقول لها إنها ممكن ترجع لبيتها، وبينزلها وبيقول لها تتصل وتطلب المساعدة، وبيديها مسدس عشان لو حصل لها أي حاجة تقدر تدافع عن نفسها. سيلفيا بتحاول تقول لويل إنها ممكن تساعده يخرج من الجريمة دي، وإن أبوها عنده نفوذ وممكن يوصل لحل مع الشرطة، لكن ويل بيرفض لأن أكيد الشرطة مش هتعمل معاه صفقة. وبتمشي سيلفيا عشان تتصل بابوها، وويل بيفضل مراقبها، ولما ابوها بيرد بتقول له انها ما كانتش متخيله انه ممكن يبيعها بالسهوله دي. ففيليب بيقول لها انه ما كانش محتاج يصرف اي وقت لان الشرطه بالفعل في الطريق ليهم. وفعلا سيلفيا لما بتبص وراها بتلاقي ريموند جاي من ورا ويل وهيضربه، فبتضرب سيلفيا ريموند بالرصاص، وبيكون هيموت خلاص، بس ويل بيديله وقت من معاه وبياخد سيلفيا وبيهرب بعربيه ريموند. وسيلفيا بتستغرب هو ليه يديله وقت من معاه، فبيقول لها انه كان هيموت، وكده كده لو فضل في الجيتو ممكن يقتلوه لان محدش بيحبه، وفعلا الناس بتكون هتهجم عليه لكن بيقدر يهرب منهم. وعشان مش هيقدروا انهم يتحركوا براحتهم بعربيه الشرطه، فبيقرر ويل انه يسرق عربيه واحد تاني. وفعلا بيوقفوا واحد وبيكون معاه واحدة، بياخد الوقت اللي معاها والحلق بتاعها وبياخدوا العربية وبيهربوا بيها. في الوقت ده بيروح ريموند لفيليب وهو بيكلم المسؤولين عن الوقت في أماكن مختلفة، وده لأنهم شايفين إن المنطقة بتاعت فيليب معرضة للخطر بسبب كل اللي بيحصل ده، بس هو بيطمنهم إنه قادر يسيطر على كل ده. وريموند بعدها بيقول لفيليب إن بنته مطلوب القبض عليها بسبب تعديها على شرطي، وإنه لو ساعدها بأي شكل من الأشكال هيكون متهم هو كمان. وفي الوقت ده فيليب بيحاول يساوم ريموند إنه يسيب بنته مقابل وقت، لكن ريموند طبعا مش بيوافق وبيسيبه وبيمشي. وسيلفيا بتكون مع ويل وبتقول له إنها مش عايزة ترجع لحياتها دي تاني، خصوصا إن أبوها ضحى بيها عشان شوية وقت، وإنها بقت حاسة إن كل حياتها غلط. وبتسأله لو زي ما بيقول فعلا إنه لو كان عنده وقت كتير هيتبرع بيه، فبيقول لها ويل إنه أكيد هيعمل كده، لكن في الحقيقة هو عمره ما هيكون معاه وقت عشان يعمل ده. بعد كده بنشوف شركة من شركات فيليب لاقتراض الوقت، وبنعرف إنهم بياخدوا فايدة 30% على اليوم الواحد، وهو ده اللي مخلي واحد زي فيليب عنده كل الوقت ده هو وكل الأغنياء، والناس دي اللي كان يقصدهم هنري قبل ما يموت. بعد كده بيجي ويل وسيلفيا بشاحنة وبيقتحموا الشركة وبياخدوا الأجهزة وبيقولوا للناس إن الوقت كله مجاني، وإن أي حد عايز حاجة ياخدها. وفعلا بيرموا الأجهزة في كل مكان، والناس بتاخد الوقت اللي هي عايزاه بدون أي مقابل، لحد ما بيجي ريموند وبيضطروا إنهم يهربوا، لأن ريموند بيهددهم إنهم لو ما مشيوش هيصادر كل الوقت اللي خدوه، وبيرجعوا الوقت المتبقي وبيشغلوا الشركة تاني. لكن ويل وسيلفيا بيفضلوا مكملين في سرقة شركات فيليب وتوزيعها على الناس، وصورهم بتكون في كل مكان ومطلوب القبض عليهم، لحد ما بيقدر ريموند يوصل للمكان اللي مستخبيين فيه، وبيحاول ويل وسيلفيا انهم يهربوا منهم، وبينطوا من شباك وريموند وراهم، وبيضرب عليهم رصاص وبيدخلوا في مطاردة، وريموند بيفضل يجري وراهم لحد ما بيقدر ويل وسيلفيا انهم يهربوا منه ويركبوا الترام، والسواق بيتعرف عليهم، لكن ويل بيرشيه بشويه وقت. وفعلا السواق بيمشي على اخر لحظه قبل وصول ريموند، وبيروحوا يستخبوا في فندق وبيحجزوه كله عشان محدش يشوفهم ولا يتعرف عليهم، لكن في واحد بيكون داخل الفندق في نفس الوقت وبيتعرف فعلا عليهم. وفورتس في الوقت ده بيكون لسه بيدور على ويل وسيلفيا، خصوصا انهم زودوا مكافأة القبض عليهم ل10 سنين. وفعلا الشخص اللي اتعرف عليهم وهم داخلين الفندق بيعترف عليهم، وفعلا بيروح فورتس وبيهجم عليهم مع رجالته. وفورتس بيكون عايز يستغل الفرصة انه يسرق وقتهم وفي نفس الوقت ياخد المكافأة، وبكده يكون بطل قدام الشرطة والناس كلها. بعد كده فورتس بيقول لويل انه مش هيقتله، بس هيدخل معاه في مصارعة بالأذرع لحد ما وقت حد فيهم ينتهي ويموت. وويل بيوافق لانه في الاخر ما عندوش اي فرصة تانية، كده كده هيموت سواء اتقبض عليه او لا.
وبيبدأوا يلعبوا، وبيستغل ويل إن فورتس بيكون متوتر جدا، وبيكون باقي الويل ثواني بس وبيقدر إنه يتغلب على فورتس وبيقلب اللعبة. وفي الوقت اللي بيكون متبقي فيه لفورتس ثواني بس بيطلع ويل مسدس وبيقتل الرجالة بتوع فورتس. فطبعا فورتس بيتشتت أكتر لدرجة إنه مش بينتبه إن وقته خلاص بيخلص. وفعلا فورتس بيموت بعد ما خد ويل كل الوقت اللي معاه، وبيهرب ويل وسيلفيا مرة تانية. وطبعا ريموند لسه بيدور عليهم وبيوصل لمكان الفندق، لكنهم بيكونوا هربوا. وبيبلغ ريموند الناس اللي موجودين في المكان انهم هيستردوا كل الوقت اللي اتسرق من الشركات منهم مرة تانية. وويل وسيلفيا بيكونوا بيراقبوا اللي بيحصل من على السطح، وبيلاقوا ان شركات فيليب وباقي الاغنياء بترفع الفايدة على اقتراض الوقت كل دقيقة لحد ما بتوصل ل 37%. وبيحسوا انهم فشلوا وانهم كده لازم يستسلموا، لانهم مش قادرين يعملوا اي حاجة مع الاغنياء، وانهم عشان يقدروا ينهوا المعركة دي لصالحهم محتاجين ياخدوا من الاغنياء مش اقل من 1,000,000 سنة. وفي الوقت ده سيلفيا بيجيلها فكرة. تاني يوم بتروح سيلفيا لابوها اللي بيكون جايب حراس كتير عشان يتحمى فيهم، وبتعمل سيلفيا نفسها هتستسلم. وفي نفس الوقت ويل بيكون متنكر في وسط الحراس وبيطلع مسدس وبيهدد بقتل فيليب، فبيأمر فيليب الحراس بتوعه انهم ينزلوا مسدساتهم طبعا عشان ما يموتش. وبياخد ويل وسيلفيا فيليب تحت تهديد السلاح، وبيروحوا لمكتبه عشان يسرقوا الوقت اللي معاه. وبيقدروا فعلا انهم يفتحوا الأوضة اللي فيها كل الوقت، واللي هو 1,000,000 سنة اللي هم محتاجينهم عشان يقدروا يكسبوا المعركة دي. وبيفضل فيليب يقول لهم انهم كده هيعملوا خلل في النظام وفي المجتمع كله، لكن سيلفيا بتقول له ان مش المفروض نعيش للابد وكل الناس ليهم نفس الفرصة في الحياة، لكن انت واللي زيك بتسرقوا حياة الناس عشان تفضلوا عايشين، وحتى مش مقدرين قيمة الحياة دي ولا بتستمتعوا بيها. ففيليب بيقول لهم انهم مش هيقدروا يغيروا حاجة، لان هيفضل طول الوقت في ناس شايفة انها لازم تعيش للابد حتى لو في المقابل في ناس تانية هتموت. وويل بيكون هيقتل فيليب لكن بيتراجع وبيقول له انهم ما اتخلقوش عشان يعيشوا للابد، ولا حتى لو واحد بس اللي هيموت. وبياخدوا الوقت وبيمشوا، وقبل ما يمشي ويل بيضرب رصاص على لوحة الارقام السرية للأوضة اللي فيها فيليب. في نفس الوقت على طول بيروح إشارة لشرطة الوقت إن في 1,000,000 سنة اتسرقت من نيو جرينتش، وبيفهم ريموند إن ويل وسيلفيا هما اللي عملوا كده، وبيمشي بسرعة عشان يدور عليهم. وفعلا ريموند بيشوفهم وبيبدأ يطاردهم قبل ما يهربوا بال1,000,000 سنة ويعملوا تغيير في المناطق الزمنية، وبيدي أوامر للقوة بتاعته إن أول ما يشوفوهم يضربوا عليهم رصاص. لكن الوقت بتاعه بيكون قرب ينتهي، وفعلا بيتم إطلاق نار مكثف عليهم، لكن بيقدروا إنهم يهربوا منهم. لكن ريموند بيقدر يجي من طريق تاني وبيخبطهم في نفس الوقت اللي بيكونوا وصلوا فيه ديتون، وبيقابل ويل مايا وبيديها الجهاز اللي عليه كل الوقت وبتوديه لشركة إقراض الوقت. وأول ما الشركة بيكون فيها وقت الكل بيجري عليها وبياخدوا الوقت ببلاش، وبيهرب ويل وسيلفيا وطبعا ريموند وراهم. وفي الوقت اللي ريموند بيوصل فيه لويل وسيلفيا وبيوجه ناحيتهم السلاح عشان يقبض عليهم، الوقت بتاعه بينتهي ومش بيلحق يقبض عليهم وبيموت. وفي الوقت ده ويل وسيلفيا بيكون متبقي لهم بس أقل من دقيقة، فبيقرروا إنهم يجروا بسرعة ناحية عربية ريموند عشان ياخدوا الوقت بتاعه اللي بياخده بشكل يومي، طبعا قبل ما وقتهم يخلص. فبيقدر ويل إنه يوصل للعربية وياخد الوقت بتاع ريموند، وبيجري بسرعة ناحية سيلفيا، وبيكون خايف جدا إنه ما يلحقش ينقذها زي ما حصل مع مامته، لكن بيلحق يديها وقت على آخر ثانية في وقتها وبينقذها من الموت. والوقت المسروق بيفضل ينتشر في البلد ومحدش بيقدر يوقفه، حتى شرطة الوقت بتستسلم للي بيحصل، ولسه ويل وسيلفيا مطلوب القبض عليهم. لكن ويل وسيلفيا بيكونوا مقررين انهم يكملوا في سرقة بنوك الوقت الخاصة بالأغنياء وتوزيعها على باقي الناس عشان يكون في عدالة ومحدش يموت على حساب حد. وبكده يكون ويل قدر ياخد حق مامته، وكمان يستخدم الوقت اللي سابهوله هنري في حاجة مفيدة زي ما طلب منه، وقدر يحافظ على أرواح ناس كتير، وما عادش الأغنياء مسيطرين على حياة باقي العالم. وبس بيخلص فيلمنا على كده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وشير الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا الأفلام، واستنوا الملخص الجاي. سلام.